بس معاك دكتور أميجو ميجو، هنتكلم عن فوائد الكرش وأضراره. وعلى رأي المثل اللي ما عندوش كرش ما يسواش قرش. ده مثل كده لجبر الخواطر ملناش دعوة بيه. والشيفة سولين قالت دلع كرشك، ودي نظرية سولين للانتحار المبكر. من فوائد الكرش اللي طالع منه الراجل ده إنه مفيد أحيانا تقدر تسند عليه كوباية الشاي وأنت مطمن. بيعملوا له ألف حساب لما تتخانق، وليه هيبة كده مش موجودة في أي حد. ودايما بيقولوا على الناس المليانة أو عندها كرش ده عز. أكيد ده طبعا مش أحمد عز الممثل طبعا. تعالوا نشوف أسباب ابن التايهة ده إيه. الأكل العاطفي، يعني لما تزعل تاكل، تفرح تاكل، تنكد على مراتك تاكل، تحب في التلاجة تاكل، ودي اسمها متلازمة الأكل العاطفي. والسبب التاني بسبب جملة مشهورة جدا: أنا باكل مرة واحدة بس يا دكتور. وده بقى بيعود من الفطار للسهرة، لأن بيعوض ويجمع الأكل كله، الفطار والغدا والعشاء في وجبة واحدة. والسبب التالت إنك بعد ما تتغدي قدام الشاشة أو بتتغدى قدام الشاشة بتقعد على كنبة بالساعات لحد لما تهبط وتجيب لها لمسة أكتاف. ودايما الستات تقول لك ده أنا بطاية. بطاية إيه؟ ده, ده البط متبري منك. البطاية إيه؟ عندهم عقدة إن الموازين كلها بايظة أو كدابة، الراجل الخاين كده. وعلشان نجبر بخاطر الستات دي يا ماما مش أنوثة يا هانم، أبسو بروتي. ده انتي الكبسولة بقى علشان ما نضرش القلب والكبد والمعدة والطحال والفشة والكرشة والركب والمفاصل. بص يا سيدي، كل بعقلك مش بعاطفتك. الطبق مش حضن حنين. وبطل أكل بقى من الشارع، لأن فيه دهون مهدرجة وسموم مشوية وزيت عليهم مصدر الأكل وعمايله. ما تجيب حتة. امنع بقى الزيت والسمنة والدقيق وابعتهم ليا علشان أحللهم بنفسي. اشرب مية كتير قبل الأكل، نظف جسمك ومعدتك وكليتك زي ما بتغسل عربيتك. ما تجيب حتة. خلي نص طبق خضار والنص التاني أمل إنك هتلبس البنطلون والقميص القديم قريب. والرياضة بسيطة جدا، لو مش قادر تروح الجيم اتمشى كل يوم، هات الخضار من السوق ماشي ماشي على رجلك. وأخيرا ابعد عن السموم البيضاء، السكر والملح والدقيق والمانجا والبلح والتين و... وطيب والمحشي يا دكتور. ده بالذات بقى لو اتعمل في البيت عزله أحسن. المحشي إيه؟ المهم اللي الدكتور دايما بيقول لكم عليه لازم